الله كل سنة وحضراتكم طيبين. من كيلو دقيق هنعمل الكمية دي كلها من القراقيش، هنعملها بملبن وبالعجوة وسادة. يا ريت بقى نتابع الفيديو مع بعض للنهاية عشان نشوف المقادير والطريقة. نبدأ مع بعض. أنا عندي هنا كيلو دقيق جميع الاستخدامات، بجيبه من عند أي محل عادي. هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من البودر، ومعلقة كبيرة من السكر. وعندي كمان في طاسة بقى احط معلقة كبيرة سمسم، ومعلقة كبيرة ينسون، ومعلقة كبيرة شمر، وحمصهم على النار. وهنزل كمان بمعلقتين من اللبن البودر. كل المقادير دي هسيبها لكم في صندوق الوصف زي ما حضراتكم متعودين. هنا بقى بعد ما حمصتهم ريحتهم فظيعة، مش قادرة اقول لكم ريحة الحاجات دي ما بتتحمص بتبقى ريحتها عاملة ايه. هنزل بقى عليها كده بالمكونات دي، وهقلب بالشكل ده كده، وهنزل بقى عليهم بالمادة الدهنية اللي عندي. انا هستعمل كوباية من السمن البلدي بدرجة حرارة الغرفة. لو في التلاجة بتفك بس، يعني تحطيها على النار تفك بس تبقى سائلة. وعندي كمان كوباية من الزيت. انا استعملت زيت كريستال دوار الشمس. انا بحب الزيت ده، لازم نستعمل زيت نظيف ما يبقاش ليه اي ريحة. هقلب بقى المكونات دي مع بعض بالشكل ده. ممكن استبدل كوباية الزيت بكوباية سمن، طبعا ممكن اي نوع سمن تاني غير البلدي، او طبعا مفيش اي مشكلة. بس السمن البلدي طبعا ريحة وطعم حاجة كده، يعني مفيش مقارنة بينها وبين اي سمن تاني. بس اي نوع سمن عندك هيمشي وهيبقى كويس. لو حتى سمن نباتي او سمن تاني مش بلدي، ممكن تحطي معلقة ريحة كعك، او تحطي ورقة فانيليا. هيغير معاكي الريحة بتاعت السمن شوية. انا عندي بقى بعجن بالشكل ده، مبعجنش، انا ببس بايدي. انا عايزة كل الدقيق يتغلف بالسمن والزيت بالشكل ده كده. وانا عايزة كمان القراقيش تطلع معايا ناعمة كده وجميلة. هبدأ بقى اعجن. انا عندي للعجن كوبايتين من المية، ممكن استبدلهم بكوبايتين لبن، مفيش اي مشكلة. بنزل باول كوباية واعجن بالشكل ده، والكوباية التانية بنزل بيها شوية بشوية، علشان نوع دقيق عن نوع دقيق بيفرق يا جماعة. عشان نسبة الرطوبة بتفرق من دقيق لدقيق. انا عندي الكيلو دقيق ده اخد معايا كوبايتين من المية بتبقى فترة. هحط بقى العجين عندي على الرخامة، وهخدم العجين ده بالعجن شوية من 3 ل4 دقايق، مش اكتر من كده. عجينة معايا تحفة، طرية وناعمة، ريحتها تجنن بجد كده، مقادير مظبوطة جدا جدا جدا. هنزل بقى بيها في الطبق تاني. شايفين العجين طرية وناعمة، حاجة كده تحفة. هغطيها بقى، انزل عليها بكيس بلاستيك، اغطيها بكيس بلاستيك وبفوطة، وهركنها في المطبخ لمدة نص ساعة، مش اكتر من كده. بالظبط انا ركنتها على بال ما جهزت العجوة والملبن للحشو، مش اكتر من كده. الجو حر طبعا، في الشتاء بيفرق شوية، ممكن اسيبها ساعة. عندي بقى هنا العجوة، انا استعملت عجوة طحان. بتبقى طرية كده وجميلة، وبجد يعني منتجات الطحان كلها رائعة. هنزل بالعجوة عندي في الطبق بالشكل ده كده، وهنزل عليها بمعلقة من السمن البلدي. ممكن اضيف سمسم، ممكن احط قرفة، ممكن. بس انا عشان حطيت في العجين سمسم، مش حابة ازود سمسم اكتر من كده تاني. وهعجنها عندي بالشكل ده كده، تبقى طرية عندي، شايفينها تحفة. هبدأ اعملها صوابع واجهزها للحشو، تبقى عندي بالشكل الروعة ده. كل المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف. يا رب تجربوا كده المقادير بتاعتي وتعجبكم ان شاء الله. حاجة كده تحفة بجد، يعني مقلكوش ريحتها وطعمها وكل حاجة فيها حلوة. عندي بقى الملبن هنا، عندي قالب ملبن، انا هاخد نصه بس، هقسم نصه كده بالشكل ده. في بقى ناس كتيرة بتشتكي من الملبن. انا هنا هحط عليه الاول معلقة سمن بلدي، وهخلطه حلو قوي بالسمن بالشكل ده. في ناس كتيرة بتشتكي من ان الملبن جوه القرص او القراقيش او الكعك بيطلع ناشف بعد التسوية، بيطلع مكرمل كمان جوه الحاجة. فده لازم بعد ما اخلط الملبن بالسمن بالشكل ده، لازم اغلف الملبن بالنشا. لازم اغلف الملبن بالنشا. النشا بتديله زي طبقة عازلة جوه الحرارة. لو قعدت الصينية في الفرن من الصبح بالليل، ما بيحصلهاش الملبن اي حاجة خالص.
يعني خالص خالص نهائي. جربي كده، اعملي القرصك او الكعك او اي حاجه انت حابه تعمليها، وغلفي الملبن بالنشا. بجد روعه روعه. انا هنا القراقيش انا مسويها على نار هاديه، قعدت في الفرن يعني اكتر من نص ساعه، تقريبا من 30 ل 35 دقيقه، وطلع معايا تحفه. انا عندي هنا بقى اخدت جزء من العجين فردته بالشكل ده، وهسويه بالشكل ده كده، وهقطعه صوابع. دي القراقيش الساده او المنين الساده، في ناس بتقول عليها قراقيش، وناس بتقول منين، وناس بتقول القرص الناشفه. يعني اي مسمى هيمشي مع العجينه الجميله الحلوه بتاعتنا دي. آه، بجد روعه. آه، هاخد بقى معايا، شايفين سمك القراقيش انا مش عايزاها اتخن من كده لانها لسه بتخمر شويه كمان، ولما بتدخل الفرن كمان بتزيد شويه صغيرين. انا عندي هنا بقى اللي هحشيها ملبن. شايفين الملبن عندي انا عملت صوابع بالشكل ده وغلفته بالنشا. طبعا عارفين القراقيش بتتقطع بيبقى الملبن باين من الناحيه دي ومن الناحيه دي. هتشوفوها بعد التسويه تحفه. حاجه كده روعه. انا بلفها لفه واحده بس بالشكل ده، واقطع العجين الزياده، وهقطعها صوابع بالشكل التحفه ده. بجد حاجه كده روعه. يعني مش قادرة اقول لكم جمالها وحلاوتها وبساطة الشغل فيها سهلة جدا، مش عايزة اي مجهود. او لو لسه انتي يعني اول مرة تدخلي المطبخ وحابة تعملي حاجة بقى كده للعيد، فدي هتبقى ابسط حاجة ممكن تعمليها، سهلة وبسيطة. بجد مع كوباية الشاي بلبن بتفرق قوي قوي. شايفين انا عندي هنا بقى اللي بالعجوة، شايفين انا بلف لفة واحدة بس. حطيت العجوة اللي انا مجهزاها، هبدأ بقى اقطع العجين الزيادة ده كده بالسكينة، وانا عندي هبدأ الفها بالشكل ده، وبضغط عليها كده، وهبدأ اقطعها صوابع. يبقى انا عملت السادة، وعملت بالملبن، وعملت بالعجوة بالشكل ده كده. شايفين شكلها تحفة، بجد روعة روعة روعة. هنا انا خلصت العجين اللي عندي كله، دي كل كمية الكيلو اللي انا عملته من الدقيق، مطلع عندي كمية ممتازة من القراقيش، حاجة كده تحفة. كيلو دقيق عملت منه قراقيش بالعجوة وبالملبن وسادة، كل الأطعم. ومطلع معايا كمية حلوة قوي قوي. انا هسويها في فرن النار اقل من المتوسط، يعني لو انا متوسط عندي 180 انا هسويها على 160. انا عندي يعني اول ما بتاخد لون من تحت ببدأ افتح عليها الشوايه من فوق. بقت عندي بالشكل التحفة ده. حاجة روعة، كمية ممتازة بجد بجد. يعني شايفين السادة من جوه مفرغة وجميلة ازاي، وهشة كده وبتقرمش، بجد حاجة روعة. شايفين بقى اللي بالملبن، شايفين الملبن من جوه طري وجميل ازاي. ليه؟ علشان احنا غلفنا الملبن بالنشا، الخطوة دي مهمة جدا. شايفين العجوة، بجد حاجة كده قراقيش من الاخر، بجد حاجة ممتازة. يا رب تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. مقادير سهلة وبسيطة. اللي لسه بقى اول مرة يشوف عندي قناة يعمل لايك واشتراك في القناة وشير ويفعل الجرس. يا رب كده الطريقة تكون عجبتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.